لكل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم، وحشتوني. كل الناس اللي بتلعب فانتزي نركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي. ونشتري ماني وصلاح، هيتقلق فيرمينيو. قال لك جن جنون الكوري يا عم، اقعد بقى. سريعا نبدأ في ملخص خوازيق الجولة اللي فاتت علشان نتكلم عن نصايح الجولة اللي جاية، وهتنزل في فيديو منفصل عشان عارف انك مش هتكمل الفيديو للآخر. لو وصلك الفيديو ده لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نوصل لأكبر عدد ممكن، ويلا بينا على مارينا. ملخص خوازيق الجولة بالنسبة لي هو بادئ مش من بداية الجولة، هو بادئ مثلا ايه معايا بلاعب من 70 جوله. اول ماتش كان ما بين ارسنال واستون فيلا اللي خسر 4-2 بمعجزه الهيه وبتدخل من كابتن مارتينيز. يعني كان في حاجات حلوه قوي في الماتش ده، واللي ما اتفرجش على الماتش ده الصراحه فاتوا كتير قوي. الماتش بادئ كالاتي، وبادئ بجون هنا وجون هنا لحد ما وصل الماتش من الاخر 2-2. وهنا بقى احب اكلمك عن اللاعب اللي انا بتخزوق فيه كل جوله، ورغم كده هو معايا. اللاعب ده هو كابتن مارتينيلي. نيلي كابتن مارتينيلي. انا مش هنكر ان كان ما بيننا علاقات حلوه وكان ما بيننا ايام جميله، بس قول لي الزمان ارجع يا زمان. كابتن مارتينيلي انا اسف، انا بقالي قسما بالله يا مارتينيلي بقالي 7-8 جولات نفسي ابيعك والله العظيم. فعلا انا مش عارف، يعني انا ببقى ماسك الابلكيشن كده -4 يلا ماشي، بس نبيع مارتينيلي مش مهم. الاقي سعر مثلا ساكا او اوديجارد او اللي هجيبه اعلى منك، فبقى وتبقى واقفه على ايه 0.1، ببقى اللي هو هتشل يعني. فاصلة واحد دي بقى اجيبها منين؟ اجيبها منين؟ المفروض يعملوا يا جماعه حاجه اسمها ايه يعني يعملوا زي وديعه كده اللي هي 25%. انا معايا فلوس زياده دلوقتي حاططها في البنك، تمام، مش بستفاد منها، اربطها لي بوديعه في البنك ده، ابقى رابطها مثلا لمده 3 شهور تديني عليها مثلا 0.2 0.3 اللي هو ابقى بستفاد. لكن ابقى سايبها في البنك كده، ساعات بيبقى معايا 2-3 مليون قاعدين بره كده. ايوه انا بقى دخلتهم انا في ايه؟ استثمرتهم في ايه؟ يا باشا اربطهم لي وديعه يا باشا. المهم ما بقاش عارف اجيب مارتينيلي، فاقول خلاص الجوله الجايه بقى ايه ابيعه عشان يبقى معايا تغييرين واظبط الدنيا. تيجي الجوله اللي جايه اقسم بالله الاقي ميل مبعوت لي ان انا تم نقلي من الفرع ده في الشغل لفرع تاني، هروحه مثلا في ساعه وهرجع في ساعه. يا نهار اسود، كل ده عشانك انت يا مارتينيلي؟ خلاص يا مارتينيلي هخليك بس ما تنقلش. يحصل حوار تاني في حاجات بتحصل قبل التغيير دي انا مش فاهمها بجد، مش فاهمها ليه. يعني يعني خلاص انا ماسك الموبايل في ايدي اهو، داخل خلاص انا هبدلك، بسخن اكل، الميكروويف ليه يتحرق؟ انا مش واروح اصلحه عند واحد يقول لي اشتري واحد جديد احسن؟ ليه يا مارتينيلي؟ انت حتى الان عندي يا مارتينيلي وانا مش عارف ابيعك. طب بجد انا اعمل ايه طيب؟ ابيعك ازاي طيب؟ مش عارف. اقسم بالله في مره مراتي كلمتني قالت لي خبطت العربيه يا مارتينيلي. ما انا مش هقعد بقى يا معلم، هقعد اصلح في حياتي عشانك. انا حتى الان انا خايف اقول ان انا هبيعك الجوله دي، حتى الان هي ماشيه كويس. طب افاجئك قبل الديدلاين بدقيقه طيب ولا اعمل لك ايه؟ المهم بينزل كابتن مارتينيلي وبيغير في احداث اللقاء، واللاعب الفقر اللي جابوه من تشيلسي وهو كابتن جورجينيو بقى معلم. يعني شط بعيدا بقى عن الهبل او بعيدا عن الكلام اللي بيتقال، هو بامانه عمل ماتش من احسن الماتشات اللي لعبها او اللي انا شفتها له بجد. كان عامل كام اسيست على كام باص حلو جدا، وشاط كوره اللي هي رشقت قامت خبطه تاني وقامت داخله. كان في حدث حصل بالنسبه للجون ده الصراحه. كابتن مارتينيلي برضو بينزل وبيحتفل قبل ما بيجيب الجون، وبيسجل جون حلو قوي برضو، وبيخليني برضو مش عارف ابيعه. وبكده يكون كسب الارسنال 4-2 في ماتش الصراحه كان ممتع جدا.
كان ماتش دفاعيا وهجوميا وقتاليا وروح وكان كل حاجه، كان من احسن الماتشات في الجوله دي الصراحه. ومن ثم كميه ماتشات اتلعبت الصراحه ورا بعض كده، كان اهمهم ماتش السيتي طبعا، اللي انا اتفاجئت من قرار بيب جوارديولا ان محرز دكه. هل عشان دوري الابطال ولا علشان دوري الكبار ولا علشان ايه؟ انا مش فاهم الصراحه. بس محرز ليه دكه يا اسطى؟ يا اسطى ما تلعبوا 4 ماتشات ورا بعض، لعبوا يا اسطى شويه ورا بعض يا اسطى. انا مش فاهم، هو متجوز اختك؟ ما تلعبوا يا اسطى شويه، ما انا مش فاهم في ايه. لما محرز كل شويه، يعني الواد مش متألق، الواد مقطع هدومه في الملعب، كل ماتش بيجيب لك يا جون يا اسيست، يا جون واسيست، وعامل حاجات حلوه قوي، وبقى يشوط ضربات جزاء، وبقى يعمل. بالمناسبه بقى كابتن هاله انت ايه يا هاله؟ في ايه يا هاله؟ انا ناسي ان انا اساسا مكابتنك، ودي الحاجه اللي مخلياك يعني بجد. انت يا هالاند بوظت ام الكوره. انا ليه ما كابتنتش ابني؟ ليه ما كابتنتش راشفورد؟ ليه رحت لك انت؟ عارف انت اللي هو تلقائيه هالاند وخلاص. هالاند طب ليه ما احنا كان قدامنا مليون اختيار. انا مش عارف. وايه الكره اللي انت ضيعتها دي يالا؟ ايه الشوطه دي؟ ايه يالا في ايه؟ ايه يالا مالك يالا في ايه؟ ضمنت خلاص انك هداف البطوله. خلي بالك راشفورد جاي وصلاح بدأ يفوق. يا صلاح احلق صلاح شعرك طول، احلق بقى وفكك من الصبغه بقى. بيتقدم السيتي 1-0 وفي الدقيقه 84 بيقوم فاتح بيب جوارديولا ازازه ميه اكوا فينا وبيبدا يقول بسم الله، واول بقه بيقوم داخل فيهم جون. 1-1 يلا يا بيب، يلا فوق يلا الدوري بيروح منك يلا. طبعا تمنياتي المكسب مانشستر يونايتد، ويكشي يولعوا الاثنين في بعض، انا ماليش فيه الصراحه. بس لو مش هناخد الدوري وجميع البطولات اللي احنا يعني مشاركين فيها، فانا اتمنى الارسنال الصراحه اللي تاخد الدوري يعني من كل قلبي والله. الساعه 3 العصر كانت السيتي متصدره الدوري. الساعه 4 العصر كانت ارسنال متصدره الدوري. الساعه 6 المغرب، والمغرب 3 ركعات، كانت السيتي متصدرة الدوري. الساعة 7 العشاء كانت أرسنال متصدرة الدوري. أنا مش عارف اسمه مانشستر يونايتد ما بيتقالش ليه. هو احنا فين يا اخوانا؟ تشيلسي بتخسر كالعادة وعلى أرضها 1-0 من ساوثهامبتون. والصراحة مش قادر أفهم من ساعة ما توخيل مشي وفي حالة لا مبالاة، وفي أنا مش عارف إيه بقى. إيه يا بوتر ده بقى؟ فهمني بقى إيه بقى مدرسة السحر دي فيها إيه؟ فهمني اللي بيحصل ده فيه ايه؟ لما يعني انا ما اجيبش اي حد، لا اجيب كوروكيلا ولا اجيب بتنجانتيلا ولا ستيرلينج ولا اجيب اي حد. اوباميانج ده يا جماعه كان في لاعب كوره اسمه اوباميانج. اوبا يا جماعه، هو فين؟ انا مش، انتوا ما بتلعبوش ليه يا اخوانا؟ هو جاي ببلاش؟ انا مش، هو جاي التمرين مع اصحابه يا جماعه؟ انتوا جايبينه كمالة عدد، ما كنت تسيبوه يا جماعه في برشلونه. انا مش فاهم ليه يعني خدتوه ليه؟ مش فاهم الصراحه. بتخسر تشيلسي بهدف من ميسي الغلابه يا كابتن وارد براوز، بفاول كده، وهو ما شاء الله عليه في الفاولات. فاول يسيبني يدينا الفاول انا جون. خسرت تشيلسي 1-0، وبجد انا حزين قوي على تشيلسي. ايه يا جدعان المستوى بجد ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ما تكرهوناش بقى في اللعبه بقى يا اخوانا بقى، ما كرهوناش بجد في اللعبه بقى. ايفرتون وليدز يونايتد، والانتصار الثاني لكابتن جون سينا يعني، ودي فرحه الصراحه كبيره، واداء الصراحه مشرف يعني. خليني اقول لك ان الاداء كويس بالنسبه لايفرتون، وتحسن كتير عن قبل كده. وشكلك هتنقذهم يد من الهبوط ولا ايه؟ شكلك يد هتعملها يد يا جون سينا ولا ايه؟ وتعمل تي 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 في ايه؟ في واحده من احدى عجائب الدنيا السبع، ماتش نيوكاسل وليفربول، بيطلع عواد في نص الملعب وبيقوم صدة كده حلوه، وكله بيكمل لعب عادي. بس انا اسف يعني يا بوب، انت تهديت من الواد نيكو ويليامز والعياذ بالله. انا مش فاهم يا جماعه، انتوا اساميكوا دي ليه عامله كده؟ انا مش فاهم يا نيك بوب، انت ليه بتعمل كده في البوب؟ ما انا مش فاهم الصراحه.
ايه المنطق في ان ايه الصده دي؟ إيه فاهمها لي؟ انت بتعملها في التمرين اصلا؟ يعني ايه الصده اللي انت عاملها لي دي يا اسطى؟ انت مفيش اي كيو. طب ما خدتش الاي سي دي ال؟ ما خدتش اي حاجه؟ ما خدتش دوره تدريبيه عن الكره، كيف تلعب كره القدم؟ انا مش فاهم يا اسطى الصده دي ايه؟ طرد كده في الاول ليه؟ بيعود صلاح وبيعود كابتن كوكيز، كابتن نونيز بيعود، والواد الجديد الواد جابكو. يعني حاجه جميله الصراحه، واداء ولا اعظم ولا انيل ولا اسفت رغم المكسب 2-0. اداء برضو زي الزفت. مانشستر يونايتد وليستر سيتي، وماتش الصراحه يعني انا مش عارف اتكلم واقول ايه الحلويات، ايه الجمال، إيه ده بديفور يا اخوان. يا اخوانا احنا بنقدم كريم كراميل الفتره دي، اقسم بالله احنا عاملين عروض عند الملكي. انا مش فاهم ايه العظمه دي يا اخوانا. يا جماعه ما هو لو الاداء هيبقى كل ماتش احلى من اللي قبله عرفونا يا جماعه، عشان نظبط الضغط، عشان نظبط الضغط السكر عالي. بالله عليكم عرفونا. راشفورد بيجيب جونين، بيجيبوا جونين كده، بنكسب 3. احنا كنا لما بنكسب 2-1 يا دين النبي، يا دين. انا افتكر كابتن رأفت الله النولي يوم ما تعادلنا قال ده بالنسبه لي مكسب. انا مش فاهم الصراحه. احنا كان بيدربنا حلل. انا مش فاهم. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح. ايه يا تنهاج، ايه يا تنهاج، ما كفايه هياج بقى. ايه العظمه دي يالا؟ ايه الجمل الحلوه دي؟ احنا كسبنا برشلونه، احنا كسبنا برشلونه، بقول تاني كسبنا برشلونه، وقسما بربي ما مصدق. يا تنهاج ما هو بالراحه علينا، بالراحه علينا، كل دي مكاسب. انا والله العظيم ما قادر اصدق، انا مش قادر. انا بدات افكر ان احنا هناخد الدوري يا تنهاج. بالله عليك اديني قلمين وفوقني وقول لي فوق يالا. انا بصراحه كل خط احلى من اللي قبله. انا مش فاهم ايه الخطوط دي. عايز اتكلم على 2 لعيبه، واحد هشيد بيه وواحد هشد عليه، تمام؟ ابني واللي مشرف ابوه بره وحبيب قلبي كابتن راشفورد، ابني الغالي، من بعد الاشواق والتحيه. انا عايز اقول لك انت فقت، وفقت في الوقت المناسب. بعد ما الواد بتاع الشرقيه مركز ابو حماد رفع عليك القضيه وخسرتها، احب اقول لك كان لازم تفوق. كنت محتاج انت القلم ده عشان ترجع لمركز ابو حماد وانت رافع راسك فوق. كان لازم ترجع الشرقيه وانت قايل لهم انا اهو، راشفورد اهو يالا. انت رديت علينا كلنا. برافو عليك يالا، والله العظيم انا مش مصدق يالا. يا راشفورد، يا راشفورد، انا قسما بالله ما مصدق. انا مش مصدق. انا ابني متربي يا جماعه، مش هقول اكتر من كده. اللعيب التاني ظرافة الملعب، نجم الرهوان، ابطأ واسرع لاعب في نفس الوقت. يعني انا ولا فاهمني. ينعل ابو دي اعاره، ينعل ابو دي اعاره بجد. فاهمني انت بتعمل ايه؟ لاعب طويل مش سريع، لاعب طويل مش هيدر، لاعب طويل ما بيعملش مراوغه، لاعب طويل ما بيشوطش، لاعب طويل. انت بتعمل ايه يا ابني؟ احنا جايبينك ليه طيب يا ابني؟ يا ابني بتعمل ايه؟ انت بتلعب ايه؟ ما انا اجيب النني مكانك بقى، ولا اجيب حسين الشحات احسن؟ انا مش فاهم يا ابني. انت بتعمل ايه في الماتشات يا ابني؟ انت في ماتش برشلونه كنت هتضيعنا يا ابني. انت كنت بتلعب معاهم يالا، انت كنت بتلعب معاهم. وانا قلت لتنهاج على التغييره دي، غيره، طلعه ونزل الواد انطوني يمين ورجع الواد برونو يلعبوا على راس المثلث. انا مش فاهم يا رب بقى. وال6 شهور دول عدى منهم كام يوم بقى؟ ده انا هعمل على اوضتي بقى الخطوط دي زي السجن كده ان هم يخلصوا قريب. انا مش فاهم. دي عاره زرقاء. عايز اشكر تنهاج واشكر كل اللعيبه الرجاله بجد اللي واقفه في ظهر اليونايتد،
اللي بتلعب ايه يا جدعان الروح ده يا جدعان؟ ايه العظمه دي يا جدعان؟ يا جدعان مش كده يا جدعان، ما تحبوناش في اليونايتد قوي كده يا جدعان، والله العظيم بنحبكم، بس يا جدعان الحب وزياده السكر الكتير غلط يا جدعان. من ثم تنتهي الجوله باخر ماتش في الجوله، وهو ما بين توتنهام وويست هام، ويعود كابتن سون من الجيش، ويعود من الرحله اللي هو انا مش فاهم ايه اللي حصل لك السنه دي. انا ما بشوفش حاجه يعني، انا لما بيسالوني على التارجت بقع شهر، بقع شهرين، لكن ما بقعش سنه كامله. انا مش فاهم يا معلم في ايه يعني. الحمد لله عوده حميده، ويا ريت تستمر وترجع. كان حاطينك في اول ب 12 ايه يا معلم؟ 12 ايه؟ بيعود النجم الكبير سون. وفي لاعب برضه عايز اتكلم عليه، كويس اني افتكرت، كابتن ريتشارلسون. يا ريتش انت بتعمل ايه في توتنهام إن غير انك بتصبغ شعرك؟ يعني قول لي بتعمل ايه؟ عايز اعرف، معلش. يعني انت لعبت 15 ماتش ما جبتش ولا جون. انا مش فاهم. انا لو بلعب معايا واحد اطرش هيجيب اجوان عادي، هيسمعني. انا لو بلعب واحد ايه، انا لو بلعب واحد ايديه ورجليه الاتنين اتكسروا هيعرج كده وهيجيب جون. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ انت ريتشارلسون يالا بتاع مين يالا؟ في النهايه يا معلم، لو عجبك المحتوى عايزنا نستمر، يعني انا اسف اني بطلبها منك، بس لايك وشير وسبسكرايب، خلينا نوصل اكبر عدد ممكن. سلام.